أظن أن هذه الأيام هناك ضجة قوية حول العلاقة بين الإحصاء واشتغال في الإحصاء من طرف أساتذة ورجال ونساء ديال التعليم. من خلال التدوينة اللي درت اللي كنحاول نوضح فيها مجموعة من النقاط. النقطة الأولى أن التدوينة جات في سياق دخول مدرسي تحاول الحكومة إفشاله بمساهمة ديال رجال ونساء التعليم الذين وافقوا المشاركة في الإحصاء، لأن هذه السنة شهر شتنبر على عكس ما يتحدث حول الكثير على أنه فقط بداية الدخول المدرسي ولن يكون هناك ناجحا. شهر شتنبر مهم بالنسبة للدخول المدرسي لأنه هو الشهر الذي يتم فيه تقييم مستوى التلاميذ، وهو اللي كيبدا بناء استراتيجية ديال العمل داخل الأقسام من أجل أولا سد الفراغات وتكميل مجموعة ديال المعلومات لدى التلاميذ. إذا بالنسبة لنا هذه السنة مع مشاركة ديال النساء رجال التعليم داخل الإحصاء سنجد أنفسنا أمام مجموعة من المستويات في التعليم. هناك مثلا خدينا العالم القروي بعض الفرعيات اللي ممكن ما غادي يكونش فيها الدخول المدرسي في شهر شتنبر بل سيتأخر إلى ما بعد 15 أكتوبر. كذلك في نفس المدينة القطاع الخاص غتبدا فيه الدراسة نهار 2 شتنبر بشكل عادي. بالنسبة لمدرسة الريادة كذلك تبدا في 2 شتنبر، ولكن بالنسبه للاقسام الاخرى للاساتذه والاستاذات غيشاركوا في الاحصاء سيتاخر بدايه الدخول المدرسي الى ما بعد اكتوبر. اذا نحن او على الاقل في التصريح ديالي كيجي او التدوينه ديالي كتجي انطلاقا من المهمه وهي مساله الفضلى للتلاميذ، لأن الذين يتعرضون للخرق في هذه المسألة هي التلاميذ أمام هدر مدرسي. لذلك كان يجب التنبيه على أن الدخول المدرسي لا كان يجب أن يكون في وقته، خاصة أن السنة الماضية كانت سنة ديال الإضرابات، التلاميذ ما قراوش المقرر كما يجب. إذا كانت فرصة ديال شهر شتنبر لاستدراك بعض النقاط من أجل أن يكون دخولا مدرسيا جيدا، لكن مع الأسف لن نتمكن من ذلك، خاصة أمام العدد الكبير ديال رجال ونساء التعليم اللي غيشاركوا في الإحصاء. لذلك كانت التدوينة تتحدث على أن كانت هناك إمكانية فسح المجال للطلبة والطالبات وكذلك المعطلين، ليس فقط من أجل الحصول على أجر نتيجة عملهم في الإحصاء، ولكن لأن الإحصاء يرافقه تكوين ما. هذا التكوين كان سيفيد مجموعه ديال الباحثين عن العمل، لان هناك مجموعه من المؤسسات تبحث على الاستطلاعات الرأي، تبحث على مجموعه ديال الحوايج اللي كان ممكن هذا الشباب لو كان تعلم هذه المساله كان سيستفيد اكثر من الصالير اللي غادي ياخذ في الاحصاء. لكن مع الاسف رجال ونساء التعليم ما عجبتهمش التدوينه وهذا شغلهم. كذلك لما تحدثت على العطاشة فهذه ليس كلمة قدحية في حق من سيشارك في الإحصاء. أنا لم أتحدث على كل النساء ورجال التعليم، أتحدث على من يشارك في الإحصاء، لأن لو ترافاي على طاش معروف هي أنك حين تأخذ أو حين يلتزم معك شخص للقيام بعمل ما في مدة غير محددة، لأن لما يشتغل باليوم نتحدث على المياوم، ولكن العطاش او سكولي ترافاي على طاش هو مثلا في الاحصاء هاد النساء ورجال التعليم مطلوب منهم انهم يشاركوا في الاحصاء، وقتاش ما سالوا المهمه ديالهم يتخلصوا يمشيو بحالهم، وما كاينش شي تسميه اخرى يمكن نعطيوها لهذا الفعل الا العطاش.